بيبدأ فيلمنا ببطل الفيلم باتريك وهو قاعد مع أصحابه في مطعم، واللي واضح عليهم إنهم كلهم من طبقة راقية. وبعد ما بيخلصوا العشاء بيطلعوا على مكان للسهر، فباتريك بيطلب مشروب وهيدفع بالفيزا، لكن البنت اللي موجودة بتقوله إنه يدفع كاش علشان ما عندهمش فيزا. فبيتعصب باتريك وبيشتمها بصوت عالي، وقال لها كمان إنها تستحق القتل، لكن البنت بتديله المشروب بتاعه وكأنها ما سمعتش أي حاجة خالص. بس يا ترى هو قال كده فعلا ولا بيتهيأله؟ المهم انه بيروح، وتاني يوم بيورينا ان باتريك مهووس بشكله وجسمه، وانه يفضل على طول الافضل بين اصحابه، وبيعمل روتين وسكين كير انا شخصيا ما بعملهم. بس بيخلص ويطلع على شغله، وبتدخله السكرتيرة بتاعته اللي اسمها اوجين بتقوله على مواعيده ايه وكده. فبيقاطعها باتريك ويقول لها غيري لبسك، ده مش حلو، هيبقى احسن لو لبستي فستان. وبيتكلم بعجرفة كده وكأنه اشتراها. بالليل بيخرج مع خطيبته إيفان، لكن بيبان إن علاقتهم ببعض باردة ومش مهتم بيها، لا وكمان بيخونها مع صاحبتها، وهي كمان ما توصتش الصراحة وطلعت بتخونه. وهو مروح بيقابل بنت من الشارع وبيتعرف عليها وبيروحوا سوا. وتاني يوم بنشوف باتريك وهو في المغسلة وبيتخانق مع العمال فيها إنهم مش راضيين ينضفوا له ملاية السرير اللي عليها دم. استنوا بس عليا هقول لكم الدم ده ايه. المهم بيتخانق معاهم باتريك ويقول لهم طب على فكرة ده مش دم، ده عصير توت، وبيسيبهم ويمشي. وبيروح على الشغل، فبيجيله واحد اسمه ألان من شركة تانية في بينهم شغل، وبينادي باتريك باسم ماركوس. هو كان فاكر ان اسمه ماركوس مش باتريك، لكن باتريك ما صلحلوش الاسم وسابه يناديله باسم ماركوس رغم انه كان معصبه. وبيسيب له ألان الكارت بتاعه وبيمشي، وبيبدأ كل واحد يطلع الكارت بتاعه ويفرجوه على بعض يعني. لكن باتريك بيدقق في التفاصيل جدا وبيتجنن جوه نفسه لما بيلاقي ان كارت ألين احلى من كارته، ولانه ما بيحبش حد يبقى احسن منه في حاجه حتى لو كانت حاجه تافهه زي دي. فباتريك نوى لألين على نية سودة. في نفس اليوم وباتريك مروح بيقابل في سكته واحد مشرد بيعرض عليه المساعده وبيقول له ايه اللي وصلك لكده، بس ما تقلقش انا هساعدك. وبيمد ايده في شنطته، الراجل مستني فاكر هيديله فلوس ولا حاجه، فطلع باتريك سكينه من شنطته ودشمله بيها. لكن الموقف ده واضح انه اثر على سلامه الداخلي مثلا، فقرر انه يروح جلسه مساج يروق فيها اعصابه. وبيخلص ويطلع على حفله بيبقى فيها كل اصحابه وخطيبته وكمان ألين اللي لسه بيقوله تعالى يا ماركوس نتعشى سوا بعد الحفله. فباتريك بيوافق وبيتعشوا ويشربوا كتير، وبعدها باتريك بيعرض عليه يروح معاه، يعني يكملوا كلامهم في بيته، واللي ما بيكونش بيته الاساسي لكن بيت كده من ضمن بيوت عنده، وبنعرف انه بيستدرج فيه ضحاياه. ألين بيكون لسه بيشرب وخلاص بقى سكران طينة، فباتريك بيشغل له اغنيته المفضلة وبيحكي له عنها وعن تاريخها. وهو بيتكلم بيقوم يلبس الواقي بتاع المطر فوق هدومه، وبعدها بيجيب فاس ويقوم بالواجب معاه. بعدها بيحط جثته في كيس في شنطته في العربية عشان يتخلص منها، وبعدها بيروح على بيت ألين يلم هدومه ويسجل الرسالة لمراته إن ألين سافر لمدة أسبوعين، كل ده علشان محدش يدور عليه الأسبوعين دول. تاني يوم بتدخل السكرتيرة عليه وتقول له إن في محقق اسمه كامبل بيسأل عليك، وبيدخل المحقق يقول له إن مرات ألين هي اللي طلبت منه إنه يحقق في اختفاء ألين لأنها مش مصدقة إنه سافر. باتريك بيتكلم معاه بمنتهى الثبات الانفعالي ولا كأنه عمل أي حاجة، لكن بيقدر يقنعه إنهم يكملوا في ميعاد تاني علشان يديله معلومات أكتر. لكن باتريك بيبقى عاوز وقت تاني علشان يرتب أفكاره ويعرف يرد كويس. اليوم اللي بعده بيكون باتريك قاعد تاني مع أصحابه في نفس المطعم الراقي، وبيكلموا وبيهزروا لحد ما دخل عليهم زميلهم اللي اسمه لويس وبيديهم الكارت بتاعه، وكان كارت منيل ب60 نيلة وبرضه طلع أحلى من كارت باتريك. فباتريك بيتعصب برضه وبيخش وراه الحمام، بيلبس جوانتي وبيبقى عاوز يخنقه من ظهره، لكن لويس بيحس بيه وبيفتكره بيهزر فبيسيبه وينكتب له عمر جديد. بيتعرف باتريك على عارضة أزياء في حفلة وعزمها على العشاء في بيته وبتوافق، وبنشوفه تاني يوم في مكتبه وهو ماسك خصلة من شعرها. طبعا توقعتوا ايه اللي حصل؟ جين السكرتيرة بتدخل تكلمه وهو سرحان على مكتبه وتقريبا دوشته، فقرر انه يعزمها في بيته زي اللي راحوا. ولان جين هبلة وكانت معجبة بيه من قبل كده فبتوافق وبتعدي عليه في البيت قبل ما يروحوا المطعم، وبيعجبها بيته جدا وبتنبهر بيه، وبيضيفها وبيجيب لها ايس كريم من التلاجة. ولما بتتفتح بنشوف راس عارضة الازياء اللي قتلها امبارح، وجين بتتكلم معاه
كان هو في المطبخ بيفكر لها في موتة، لكن رسي في الآخر على مسدس المسامير ده وجه من وراها وخلاص هيضرب، لكن فصلوا إن جاله رسالة من خطيبته بتقوله فيها إنها بتحبه. فجين بتسمع وهي فاكرة إنه سنجل، فبتصعب عليه وبيسيبها تمشي عادي. وهي خارجة بتفكره بمواعيده مع المحقق كامبل. وتاني يوم بيتقابل مع كامبل وبيقوله إنه مش فاكر هو كان فين في يوم اختفاء ألين. فالمحقق فضل يسأله عنه كأنه شاكك فيه، وبيقوله في وسط الكلام بس انت اكيد ما قتلتوش، اصل هتعمل كده ليه يعني؟ انا سألت اصحابك وقالوا لي انك كنت سهران معاهم اليوم ده. فباتريك اتفاجئ من الاجابة دي لانه ما كانش معاهم يومها. امال ألين اختفى ازاي؟ فبيقول له باتريك ايوه صح، انا كنت معاهم يومها. وبالليل وهو راجع بيقابل البنت اللي كانت من الشارع المره اللي فاتت وهزقته المره دي وقالت له انها هتبلغ الشرطه لو ممشيش لانه عاملها وحش المره اللي فاتت. ولما باتريك بيعرض عليها مبلغ كبير بتروح معاه بمنتهى العادي. وبيروحوا البيت وهناك باتريك بيلاقي واحدة زميلته في البيت بتزوره، فقعدوا سوا التلاتة وشربوا مع بعض. لكن الصدمة لما البنت اللي من الشارع دي بتشوف باتريك وهو بيقتل زميلته، ولما بيشوف انها شافته بيجري وراها وبتكون هي بتحاول تهرب. فبتدخل أوضة بتلاقي فيها جثث في كل مكان، فبتترعب وبتدخل الحمام تلاقي واحدة تانية مقتولة في الأرض. فبتفضل تصرخ ويدخل عليها باتريك ويهاجمها، وبتفضل تهرب منه وتخبط على الجيران ومحدش بيفتح. وباتريك ما سابهاش، ده كان بيجري وراها بمنشار كهرباء وبيخرج وراها وهي بتجري وينشن عليها ويرمي المنشار. ولك أن تتخيل اللي حصل وقتها. وبيقابل خطيبته تاني يوم وبيفركش معاها وبيسيبها وهي بتعيط، وبيروح على ATM وبيجي عند رجله قطة صغنونة وبيشوف وقتها على الATM مكتوب عليها أكل القطة. طبعا باتريك بيقول ايه الهبل ده، وبياخد القطة وبيوجه عليها مسدس وعاوز يقتلها. فبتيجي صاحبة القطة تصرخ في وشه وتقوله انت اتجننت وتشتمه. فبيخلص منها باتريك في الحال في وسط الشارع. هتقولي يبقى من كتر اللي عمله بيتجنن، لكن هقولك استنى هتفهم كل حاجة دلوقتي. الشرطة جاتله وبيقولوا له يرمي المسدس اللي معاه، لكن باتريك ما بيتفهمش وبيمسك مسدسه وبيضرب عليهم نار، وبحتة المسدس الصغير ده بيقدر يفجر عربيتين شرطة وبطلقتين بس. ما تستغربش لأن باتريك نفسه كان واقف يبص للمسدس ومستغرب. وبيرجع لبيته لكن بيكتشف انه دخل عمارة تانية، فبيضرب الحارس بالنار وعامل النظافة وبقى عمال يلوش في كل اللي يقابله. طلع وهو مخضوض جدا على شقته يكلم المحامي بتاعه علشان يشوف له صرفة في اللي عمله ده، وقال له انه قتل ناس كتير جدا واحيانا كان بياكل من اجسادهم قبل ما يتخلص منهم. وقال له انه قتل ضباط الشرطة وكمان قتل ألين ورمى جثته في البحر. وقال له انه بيتهيأله انها كده ملهاش حل لانه عك الدنيا اخر عك. تاني يوم بيروح شقة ألين عشان يقابل مراته ولقى فيها ست غريبة وبتقوله ان البيت ده فاضي وعاوزين يأجروه او يبيعوه لو عنده شاري. لكن باتريك ما بيفهمش الكلام. اصل ازاي من اسبوعين كان في الشقة دي بيجهز شنطة ألين ويتصل بمراته ويقول لها انه سافر ويتخلص من جثته في البحر، وبعد كل ده السمسارة تقوله ان الشقة لسه فاضية وألين لسه سايبها النهاردة. يعني كده في حاجة مش منطقية. وبعدها بيروح لصاحبه في المطعم بتاعهم وهناك بيقابل المحامي بتاعه صدفة ويلاقيه بيقوله بس مقبولة منك المقلب بتاع امبارح ده يا صاحبي. قال له مقلب ايه؟ قال له الرسالة اللي سبتها لي امبارح. فباتريك بيقول له لا انا عملت كل ده وقتلت صاحبنا ألين. فالمحامي قال له مستحيل وبطل بواخة بقى خلاص. فقال له مستحيل ليه؟ بيقول له انه قابل ألين 3 مرات في لندن الاسبوع اللي فات ده. يعني كان في دماغ باتريك ان ألين مات من اسبوعين، فازاي المحامي يقابله؟ المهم ان بعد ما صدموا كده مشي، وفضل باتريك مع نفسه مصدوم وبيضرب اخماس في اسداس وبيقعد يفكر مع نفسه هل فعلا هو ما قتلش ألين اصلا؟ وفي نفس الوقت هو بنفسه شايف انه قاعد مع اصحابه في المطعم ومحدش بيقبض عليه ولا حاجة. وبيخلص الفيلم والمخرج بيسيب لنا احنا نفكر يا ترى هو قتل فعلا ولا كل ده كان في خياله بيتهيأله. اكتبولي في الكومنتات انتوا حسيتوا ايه، قتل ولا بيتخيل؟ انا بقول بيتخيل وفي كذا دليل. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب علشان اتحمس كده للفيلم اللي جاي. وشكرا بقى انكم اتفرجتوا للاخر.